بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك يودع كأس مصر من الدور قبل النهائي، وربي بيراميدز يصل لنهائي الكأس. الزمالك لعب مباراة ولا الحواري يلعبوها ولا الناس في الحواري يلعبوها. لعيبة بيراميدز 10 لعيبة بعد طرد في أول 5 دقايق لعلي جبر. بيفكرنا بالماتش بتاع الزمالك والنجم الساحلي لما علي جبر انطرد والزمالك لعب 10 وكسبوا 3-0. انه بادي الشوط الاولاني بيراميدز مسيطر على الماتش، يعني اول ربع ساعه بس اللي الزمالك لعب فيها، يمكن لما كان بيراميدز بيلعب 11 كان الزمالك افضل. بعد كده بيراميدز اللي مسيطر على الماتش. الشوط الثاني بيراميدز اللي جاب جون ويستحق يجيب الثاني. مدرب مخه شغال. ابراهيم عادل اللي كل الزملكاويه خايفين منه هم قاعدين وانا اول واحد منهم. الراجل سحبه، خد انذار في اخر دقيقه من الشوط الاول، راح سحبه ونزل مدافع. طب حاجه تعقل؟ باتشيكو اللي بيعمله ده يعقل؟ وكان مدربنا واحنا فاهمين، بس هل يعقل ان انا اطلع مهاجم وانا مغلوب وبلعب 10 وانزل مدافع؟ يعقل. الراجل الفاهم العاقل يعقل، بيحافظ على نتيجه المباراه اللي هو خسرانها، خسران 1-0 فبيحافظ على 1-0 لاخر دقيقه، لاخر 5 دقائق، لاخر 10 دقائق هفتح الجيم واقدر اتعادل، ولو ما تعادلتش ههاجم واحاول. انما لو انا نزلت المهاجم وخط دفاعي انضرب وجه الجون الثاني، خلص المباراه وهتبقى كمان كارثه. ونجح في كده، بعكس فيرا ما نجحش في كل التغييرات اللي الزمالك عملها، ما ضافش جديد. لعيبه الزمالك كلها خارج الخدمه ما عدا حسام عبد المجيد، كلها خارج الخدمه. هو اللي شايل الدفاع، يعني سبحان الله لو كان مع الونش، هو والونش، حسام عبد المجيد والونش، الراجل هو اللي شايل الماتش كله، يعني هو اللي شايل الماتش كله. قدر الله ما شاء فعل. بس فريق يعني من اول سنه 23 ما دخلت الزمالك ما حققش ولا فوز، حقق جاب جون واحد. فريق تعبان جدا، فريق مستواه بينزل خالص، مستواه بينزل كل ماتش بينزل للاقل. فريق بيراميدز، عشان ما نتكلمش على الزمالك عشان احنا محروقين، الجمهور هو اللي محروق، اللعيبه بتاخد فلوس، بتاخد فلوس مش عايز اقول لك ما تستحقهاش. ضربات الجزاء اللي هنقول حظ الراجل داخل زيزو داخل يشوط ضربه الجزاء، يعني بيلعب ضربه جزاء ولا كأنه بيلعب بيلعب في حاره او بيبصيها، يعني انا مش عارف اللعيبه بتعمل ايه. انا مش عارف. لعيبه مهما توقع عليهم عقوبات ما عندهمش دم، يعني مهما تحط عليهم عقوبات، ماتش اسوان طب ماشي عديناه، طب الماتش اللي بعده تحط عقوبات والاداء زي الزفت ومنيل ب 600 نيله، ماشي كنا بنتظلم من التحكيم بس الاداء، احنا دايما نقول الحقيقه، اتظلمنا من التحكيم بس الاداء زي الزفت. نتكلم على الاداء، ظلم ماشي بس الاداء يا جماعه احنا ما بنحبش نكسب الا بنكون باندي. فريق بيلعب 10 لعيبه من ده احنا كنا ممكن نعمل عليه سكور وكان فاتح الملعب. ده كان بيراميدز نازل يا جماعه يكسب المباراه دي، كان بيراميدز نازل يكسب المباراه دي وفاتح الملعب. الطرد فوجئوا زي ما تيجي فيهم جون في الاول وطرد كمان وهم فاتحين الملعب. الراجل بقى فكره ودماغه اشتغل الشوط الثاني، طلع مهاجم، نزل مدافع، ظبط له الدفاع، ماشي كده. انا ضامن ان انا هبقى العب ما يجيش فيا جون الاول، بعد كده اعمل شغلي واجيب جون التعادل. وفعلا جاب جون التعادل اللي يستحقه، وفعلا يستحق المكسب. واخر كرة في المباراه كان ممكن الزمالك يكسب، زي هي الكرة دي جت كده في اخر دقيقه من الشوط الرابع وخلاص. كل الموجودين قال لك بيراميدز هيكسب، زي ماتش بالظبط الارجنتين وفرنسا. فرنسا ضيع جون ما يضيعش، انفراد تام والكرة جت في رجل الحارس، خلاص مالكش نصيب. ومش الزمالك اللي بيبقى له نصيب، يعني الزمالك ما بياخدش ربع حظ الاهلي. الاهلي لعب المقاولين ضربات جزاء والمقاولين وصلوا ب1-1 ضربات الجزاء، خلاص الاهلي هيوصل بضربات الجزاء. الزمالك عكسه خالص، ضربات الجزاء ملوش حظ فيه وما يستحقش انه يكسب. كون ان انت بتلاعب فريق 120 دقيقه 10 لعيبه والفريق مسيطر على وسط الملعب وبيهاجم، يا راجل ده انا ما شفتلكش هجمه في الشوط الثاني يا عم، ما شفت هجمه. هل اللعيبه عايزه تشيل المدرب وعايزه تشيله ليه؟ المدرب ده اللي حقق المعجزات، طلع ناشئين يلعب بيهم بدل المنظر سيء. المنظر سيء وعندك ماتش يوم السبت ماتش قوي جدا، منظر سيء. انت تكسب وتكسب مرتاح، تكسب الشوط الاول 3، لو جبت الجون الثاني الماتش خلص والماتش مات. ولاعيبه بيراميدز دي مش هتهاجم لانها هتخاف يحصل فيها جون ثالث وجون رابع، لكن لعيبه بتتعولق بكلمه كده، بتتعولق. لعيبه الزمالك بتتعولق في كل شيء. لعيب بتجيله الكرة على رجله الشمال
يشوطها على ال 18 يعدلها على اليمين، تجي له على اليمين يعدلها على الشمال. اللعيبه بتتعولق، كل اللعيبه بتتعولق، ما تستحقش الارقام اللي بتاخدها، وصفقات 90% فشل. يعني مصطفى الزناري لو بيلعب، اللعيبه بترجع مستواه بيرجع لورا. يعني زيزو ما شفتلوش مستوى خالص، بقاله ماتشين ثلاثه، هو النجم الكبير بتاعنا. اللعيبه مستواهم بيرجع لورا يا جماعه. يعني انا مش عارف، ماتش، مش كل ماتش هنقول ماتش وعد. ماتش الداخليه تكسبه، بس برضو عايزك تضيع اجوان وتهاجم زي السنه اللي فاتت في اخرها. انت كنت بتقعد بعد ربع ساعه تجيب جونين وثلاث، وبتهاجم الفريق بيبقى كاشش قدامك كل الفرق. لعبت 11 12 ماتش مكسب مع اداء، يعني مش عايز اقول لك ولا الاداء الاوروبي، انما بالمنظر ده من ماتش اسوان وماتش الداخليه وماتش الاتحاد يا راجل، ده مفيش ولا هجمه. ده انت بتقعد، انا شفت ماتش الاتحاد الزمالك ما كانش عنده هجمه 90 دقيقة بتلعب ماتش ما عندكش هجمة، الجمهور قاعد بيتفرج، عايز كورة من اللي بتلعبوهم هجمة واحدة، عايز كورة جوه ال 18. من امتى احنا بنتفرج على كور جوه ال 18 سقطة؟ ما بنتفرجش على الكلام ده، الله يخرب بيوتكم. ده مفيش خالص. اللعيبة ده اللعيبة مكسحة، فريق ب 10 افراد مسيطر على الماتش كله، مسيطر على 120 دقيقة، مفيش اول 10 دقايق، مسيطر على بقية الماتش كله. فريق بيراميدز هو اللي مسيطر، والكرة الوحيدة اللي انت ضيعتها في اخر المباراة، ده ربنا بيجازيك ان انت ما تستحقش. وحتى الشناوي اللي ما عارفينه ما بيعرفش يقف، لا بيصد، وهو عمل لعيبه بيراميدز كلها نجوم. رمضان صبحي، فريق بيراميدز يا جماعه باول ربع ساعه كان خلاص. الجمهور اللي بيتفرج بره، جوه الملعب وبره الملعب وقدام الشاشات، خلاص احنا حاطين الماتش في جيبنا. طرد وجون والزمالك بيهاجم والماتش مفتوح واللعب مفتوح. لازم المدرب يكون فاهم، خلص الماتش في الوقت ده. الماتش ده في الوقت ده خلاص، فريق بيراميدز هينهار، وعبد الله السعيد يمشي يطلع كمان وياخد عربيته ويمشي، خلاص فريق بيراميدز في ربع ساعه انهار. انما بالمنظر ده، كل ما تسيب الفريق وكل ما تجيبش جون، وكل ما تهاجمش هجوم فعال، خلاص الفريق خلاص. اي فريق لو فريق درجه تانية بتلعبه هياخد عليك، وهيعمل اللي عمله بيراميدز واكتر من اللي عمله بيراميدز. ليه؟ انت فريق عادي بالنسبه له، ماسك الكوره، ويعني ماسك الكوره عمال تنقل شمال ويمين. ده بيراميدز هو 10 لعيبه 10 لعيبه جاله 7 كوره من الشوط الاول، والشوط الثاني هو اللي ضاغط ماسك الكوره 90 دقيقه. 10 لعيبه، اللعيب بيحط لعيبه الزمالك بجسمه، تلاقيه عمل كده، اللعيبه بتاعت الزمالك راحت كده، خد 2 3 كده من غير ما يرقص، يعني ما بيرقص، بيستلم الكوره ويعمل انه هيرجعها، يروحوا كده يمشي، ادي خد 2 لعيبه، بقى الزمالك بيلعب 8. لا، لعيبه صراحه ربنا، احنا دلوقتي في موسم انتقالات، مشي لعيبه منهم، مشي لعيبه، اعمل زي السنه اللي فاتت وطلع لعيبه ناشئين وهات لعيبه تانية. صفقات فاشله، سامسون ده مفيش، الجزيري ده تعبان جدا، يمكن الماتش ده اللي اتحرك شويه وتعبان جدا، مش زي السنه اللي فاتت. اللعيبه اللي مش عايزه تلعب يا جماعه بيعهم. ده كان بقالنا كام ماتش، رابع ماتش، مستحيل يحصل الكلام ده. ما كسبناش فرق طالعه من الدرجه الثانيه، اسوان والداخليه والفرق دي طالعه من الدرجه الثانيه. هنكسب، رايحين نلعب بيراميدز، الاتحاد السكندري اللي طول عمرنا بنكسبه رايح جاي، واحنا مرتاحين 2 و3، وهو مش في مستواه، اقل من مستويات السنه اللي فاتت، بنتعادل معاه وما بنهاجمش ولا هجمه، مستنيين اوفر جوه منطقه الجزاء في 90 دقيقه. ماتش النهارده لا، هتوقف المكافآت، مش هتدي لهم مكافآت، هتخصم منهم على طول، مش هاممهم. هات لعيبه وقعدهم، اي لعيب متخاذل قعده، المدرب ملوش دعوه، قعد اللعيبه اللي بتضيع، اللعيبه بتروح وما بتكملش. مش عارف، قدر الله وما شاء فعل، الماتشات التانية الجايه نكون افضل، ولو ان شك ان مفيش ماتشات جايه هنبقى افضل فيها السنه دي كلها كده. سنه 2013 عايزينها ترجع، يعني تبقى 2023 عايزينها ترجع 22.